من مدينة برشلونة وعند هضبة المونجويك تحديدا بالقرب من الاستاد الأولمبي. تجري الاستعدادات لإطلاق الاحتفال بالتتويج غير الرسمي لنادي برشلونة بالموسم هذا للدوري الإسباني. مبروك لكل من كان متحمس ومتحفز لهذه اللحظة اللي ببداية الموسم حقيقة ما كانت متوقعة، والإنجاز اللي حققه النادي هذا الموسم فوق التوقعات وأكثر من التصورات المرسومة، وهذا ما تعكس المشاهد اللي تجري خلفي حاليا بالمنطقة اللي ورايا. يبدون الاستعدادات للاحتفال مثل ما قلت، والاحتفال هذا راح ياخذ طابع شعبي تنظمه البلدية ومو النادي، يعني الناس هم بذاتهم طلعوا للشارع دا يحتفلون، ومن هسه إلى 3-4 ساعات لحد عند الساعة 11 تقريبا راح يستمر هذا الاحتفال. الموسم الجاي هذا الفريق اللي عندنا حاليا فريق شاب صغير بالعمر، وعندهم فرصة زينة أنه لسنوات طويلة بالمستقبل يكملون على هذا المستوى بوجود المدرب، بوجود الفكرة مال النادي اللي على أساسها بنى كل شيء، فكرة الاعتماد على لعيبة الأكاديمية اللي متربين بداخل المدارس مال نادي برشلونة باللاماسية، ومن عندها يطلعون رغم الخسارة السيئة ويا انتر ميلان بالدوري الأبطال بالنصف نهائي. لكن مع هذا اليوم الفوز 4 على مدريد، 3 بالمباراة اللي راحت، 5 قبلها بالسعودية، 4 ببداية الموسم بالدوري، إجمالي 16 هدف على ريال مدريد من برشلونة ب4 مباريات. أفضل الأحوال ما كنا نطمح لهيجي نتيجة، بس مع هذا الشباب سووها والفريق حلو يونس. رجعنا بالاسم، الاسم القوي بأوروبا، الاسم اللي يخسر بهدف وهدفين ويرجع. صارت ويا الانتر بالذهاب، ومرة ثانية صارت ويا الانتر بالإياب، ومرة ثالثة صارت ويا ريال مدريد. اليوم نخسر بهدفين أو متأخرين بهدفين ماكو مشكلة. العام كنا احنا على جول واحد دوري الأبطال ويا باريس واقفين، وطلعنا على هدف واحد. فريق عنده شخصية، عنده حضور، واقفين على رجلهم، خسرانين 1 شنو يعني نرجع، متأخرين 2 يرجع يسجل 1 و2 و3 و4. والحقيقة انه اليوم اني بتصوري ما اعرف بعد ما قريت التعليقات والبوستات مال الشباب بالجروب وشنو الانطباعات وردود الافعال. هسه احنا خلصت المباراة، فاني دا اسجل مباشرة بعد نهاية المباراة، بس انا اعتقد كانت النتيجة على الاقل 5 إلى 6 أهداف. الجزاء مال
هاندبول مال تشاوميني، الطوبة مال رافينيا اللي طيرها بالسماء، هذه جول محقق. غريبة أنه طلعت النتيجة 4 بصالح ريال مدريد مو ضد ريال مدريد. إذا أنا كنت مدريدي اليوم لازم أحتفل، طلعنا ب4 بلعبة اليوم. مع هذا هم كانوا تنافسيين اليوم. مبابي رهيب، مبابي سوى شغل كلش حلو وهاتريك بملعبنا، يعني مو قليلة بالنسبة له كإنجاز شخصي. طبعا النادي منتهي. الموسم الجاي روح جديدة ومدرب جديد، تشافي ألونسو، ترجع منافستنا ويا ريال مدريد بالموسم الجاي. هم عندهم كأس العالم راح ينشغلون به، بينما إن شاء الله فريقنا راح يرتاح بفترة الصيف. يمكن يكون له تأثير هذا الشيء عليهم بداية الموسم الجاي، يمكن لا، ما نعرف. خلينا نشوف ايش راح يصير. المهم أنه حاليا احنا أبطال الدوري، فريقنا اللي نشجع أبطال الدوري وأبطال الكاس وأبطال السوبر، وكلها على حساب المنافس المباشر والغريم التقليدي ريال مدريد، وهذا بحد ذاته شيء كبير وشيء حلو يستحق الاحتفال. المهم انه بالصيف لازم مهاجم يدخل للنادي. ليفاندوفسكي الرجل سوى كل ما عليه، كل السنوات الصعبة اللي مر بها النادي وقف وقفة حلوة، وراح يذكر كواحد من اللاعبين اللي كانت لهم بصمة بهذا النادي. ولكن ما اعتقد نقدر نعتمد عليه او عنده فرصة أن يأخذ مكان أساسي. حتى إذا بقى بالنادي ما أتوقع يأخذ مكان أساسي. يعني إذا ما جبنا مهاجم أتوقع أنه بوجود ليفاندوفسكي راح يكون البديل لتوريس إذا ما جبنا مهاجم. وإذا جبنا مهاجم فمن باب أولى ليفاندوفسكي للسعودية، وهو أفضل إله، فلوس أفضل، وإحنا أفضل إلنا مستقبل هذا النادي ويا مهاجم جديد. وإذا كان إسحاق فراح يكون شيء رهيب، او طبعا الفاريز انذكر الاسم. اتمنى انه اشوف هجومنا الفاريز ولامين وليفاندوفسكي، راح يكون شيء ممتع ومبدع. على حال يا اصدقائي، مبروك مجددا. انا راح انطلق للمساهمه والمشاركه بالاحتفالات. 3 مباريات، فارق 7 نقاط، يعني انتهى الموسم بالتأكيد. وهذا كل ما عندي. مبروك مجددا. اليوم يوم حلو يستحق الاحتفال ويستحق تعويض الخيبة اللي صارت بمباراة الانتر الماضية والخروج من دوري الأبطال. نشوفكم بخير ونلتقي في أفراح جديدة لنادي برشلونة. إلى اللقاء.